بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل موضوعنا عن أهمية تنمية الموارد البشرية، وعنوان حلقتنا النهاردة التباين والتكامل وتماسك وحدة التكوين. العنصر البشري إلى جانب إن هو اللي بيدير عملية التباين والتكامل داخل أي مستوى إداري، إلا إنه جزء من هذا النظام، حيث أنه عضو في الأسرة، والأسرة بتتكون من عنصرين أساسيين: الرجل والمرأة والذكر والأنثى، وكل منهما يتباين بمواصفاته الجسدية والنفسية والعقلية بما يؤهله للقيام بمهامه الوظيفية داخل الكيان الأسري. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه بعدة تباينات. تكوينه بيتكون من جانب مادي وجانب معنوي، حيث أنه يتكون من الروح ومن الجسد، إلى جانب ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليه ب5 حواس للإدراك: السمع والبصر والشم واللمس والتذوق، وكل منهم يتميز عن الآخر في الأدوات التي يستخدمها وفي الأرشيف الذهني، حيث أن حاسة السمع لها أرشيف عبارة عن صوتيات، وحاسة البصر لها أرشيف عبارة عن صور، وهكذا. وفي هذه التباينات تكامل من حيث توسيع إدراك الفرد وعلومه وثقافته. من التباينات اللي بتوضح أهمية هذا الأمر والتماسك في وحدة التكوين: أي جملة الإنسان بيقولها في اللغة بتتكون من مجموعة من الأحرف، وعدد الحروف في اللغة العربية 28 حرف، كل حرف له متباين عن الآخر، وكلهم بيتكاملوا في تكوين الكلمة أو في تكوين الجملة، وكل حرف له شكل مستقل وله مخارج للحروف مستقلة، إذا كان من اللسان أو الحلق له نظام في مخارج الحروف. كذلك في تباين في الصوتيات على السلم الموسيقي. الإنسان بيستعمل 7 درجات: دو وري ومي وفا وصول ولا وسي، وكل درجة صوتها متميز عن التاني، إلا إنهم بيكملوا بعض علشان الإنسان يكون منهم ملايين الألحان اللي الإنسان عملها من تاريخ ما عرف الموسيقى. وفي هذا التباين تكامل وإبداع للإنتاج الفني اللي الإنسان بيخرج به. كذلك التباين والتكامل موجود في وحدة تكوين المادة، وهي الذرة، حيث أن أي نوع من أنواع المواد سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية بتنتهي إلى الجزيئات، والجزيئات تنتهي إلى الذرات، والذرة عبارة عن شحنتين مختلفتين: الشحنة الموجبة في البروتونات في نواة الذرة، والشحنة السالبة ممثلة في الإلكترونات. وعلشان هذا الاختلاف في الشحنة بيحدث التماسك والتعادل والتوازن في الذرة كوحدة تكوين للمادة. كذلك التباين في الألوان. لو الإنسان معاه 7 أو 8 ألوان، ممكن من خلال ال7 8 ألوان اللي كل لون مختلف عن التاني له كيان مستقل وشخصية مستقلة، ممكن ال7 ألوان دول يكون منهم العديد من اللوحات الفنية، كل واحدة منها مختلفة عن التانية، وكل لوحة منسجمة مع بعضها باستخدام 7 أو 8 ألوان، كل لون متباين ومختلف عن التاني تماما. كذلك في حياة الإنسان اليومية، الإنسان اللي فاهم بيبقى فيه انسجام في حياته من خلال التباين اللي بيعمله ما بين النوم وما بين النشاط، ما بين الحركة وما بين الاسترخاء، ما بين اللعب وما بين المجهود العضلي، ما بين المذاكرة وما بين الترفيه، ما بين العبادة وبين التأمل في خلق الله. من كل هذه التباينات بيحدث التوازن النفسي والصحة النفسية للفرد. في حياتنا العملية، سواء في الكيان الاجتماعي أو الكيان الاقتصادي، بيحدث التباين في الشخصيات المكونة لهذا الكيان الاجتماعي أو الكيان
الاقتصادي. بمعنى في نجار وفي طبيب دكتور وفي مدرس وفي مهندس وفي فلاح. لو الدكتور فكر ان هو يزرع الجزر علشان ياكله، يبقى مش هيشتغل في مهنة الطب، ومش هياكل على ما يجي الميعاد ما يحصد الزرع اللي هو زرعه يكون مات من الجوع. كذلك بالنسبة للراجل اللي بيصلح الأحذية، لو هو فكر ان هو يعمل شغل الهندسة الخاص ببيته، البيت مش هيكمل كما ينبغي، ومش هيكون التصميمات بتاعته سليمة، وهتكون النتائج عليه بخسارة، وفي نفس الوقت مش هيبقى متفرغ علشان يحقق إيراد من خلال المهنة اللي بيحترفها. كذلك بالنسبة للراجل الفلاح، لو هو حاول ان هو يتفرغ لأعمال الهندسة، مش هتطلع النتائج بتاعته سليمة، وفي نفس الوقت هيخسر المهنة اللي هو بيحترفها واللي بيحقق منها إيراد. فهنيجي نبص هنلاقي المجتمع بالفئات المختلفة والطوائف الحرفية والمهنية المختلفة في تباينات مختلفة بينهم وبين بعض، وفي نفس الوقت هذه التباينات بتكمل بعضها على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي، من حيث تحقيق الإيرادات وتوفير الدخل، كل حسب احتياجاته من الآخر. Precious jig over there. It's always a bit of a mystery how these go together when you first take them out of the jig. But this time I got it right. Look at that. Now, I could have been a little deeper. Looks like some of these pieces are actually a little bit thicker than the others. So, as for fit and alignment, it looks pretty darn good to me. So that's it. If you don't want to be bothered with making the other ones, and I've got some scraps of plywood laying around, you can make your very own El Cheapo box joint jig and get quality box joints, no problem. Thanks for watching. في النجارة علشان وحدة الخشب تتماسك مع الوحدة الأخرى بيتعمل لها حاجة اسمها نقر ولسان، والنقر واللسان ده عبارة عن جزء بارز وجزء منخفض في قطعة الخشب، وبيقابلها جزء منخفض وجزء بارز في القطعة الأخرى. بين في وحدة التكوين في القطعة الواحدة في تباينات ما بين البروز والانخفاض، أو بين البروز والمنيم، وبيقابلها منيم وبروز في القطعة الأخرى، بحيث يحدث التماسك بين قطعتين الخشب. وده مثال للتماسك اللي بيحصل في وحدة التكوين نتيجة التباين والتكامل. في البيئة الاجتماعية والاقتصادية زي ما قلنا إن التباين في الحرف والمهن والكفاءات والمقومات بيحدث تكامل في المجتمع لتغطية الاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع، بما يوفر لكل فرد من هؤلاء الأفراد الوقت اللازم للقيام بعمله الخاص وتحقيق الإيرادات التي تعينه على قضاء احتياجاته وعلى ظروفه المعيشية. وفي نفس الوقت بيحصل على منتج نهائي جيد، لأن اللي بيقوم بقضاء احتياجه راجل ماهر في صنعته ومتخصص فيها، وبالتالي بيحقق له غرضين. الغرض الأول إن هو بيوفر له الوقت اللي يقوم به بشغله اللي هو بيتقنه، من ناحية تانية إن هو بيديله منتج نهائي جيد ومتقن. بيفيد التباين والتكامل في الهيكل الإداري الرأسي في تذويب القناعات السلبية الناتجة عن المستويات العلوية، بمعنى أن الموظفين في المستويات الإدارية الأدنى تشعر بأن هي أقل في الأهمية من المستويات الإدارية العليا، واللي بيغطي هذه القناعات السلبية والمعين على تحويل هذه القناعات السلبية إلى قناعات إيجابية هو تبني مفهوم التباين والتكامل من قبل إدارة تنمية الموارد البشرية. بمعنى أن الموظف أيا كان المستوى الإداري اللي بيقع فيه أو الموقع الوظيفي اللي هو بيكون فيه، إلا أنه سنة في ترس، بحيث أنه في غيابه ممكن يتوقف العمل عن الاستمرار أيا كان المستوى الإداري أو الوظيفي الكائن فيه.
وده بمفهوم التباين والتكامل، بتبني مفهوم التباين والتكامل مع الهيكل الإداري في المستوى في الشكل الرأسي. ده كان موضوعنا عن أهمية التباين والتكامل وعلاقته بتماسك وحدة التكوين، سواء على المستوى المادي والمنتج البشري، أو على المستوى الاجتماعي والكيانات الاقتصادية اللي الفرد في نفس الوقت هو جزء منها. شكرا لكم. دكتور هشام يوسف.